الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا أحب اليوم اللي عنده دمعة يبكي معايا على المدرسة الجزائرية. ماذا بيا أي إنسان يقدر يبكي باش نبكي وقاع على الأطفال تاعنا وعلى المدرسة الجزائرية واش راهم يقراو فيها وعلاش أنا نقول لكم ابكيوا معايا. شوفوا هذا امتحان دو دو فرونسي، امتحان في مادة اللغة الفرنسية. وشنو هو الامتحان؟ هذا كوليج دونسينيومون موين، عزوز قادر، نيفو بروميير ام، تريماس الاول. واش الامتحان؟ ها هي الصورة تاع الشاب خالد. الامتحان وشنو هو؟ قول لنا يا تلميذ واسمه هذا الفنان، واسمه صاحب الصورة، والبرينون تاعو، والسيرنون تاعو، والاكتيفيتي تاعو، والدات دو نيسونس، والليو دو نيسونس، ولا ناسيوناليتي. دوك لا ناسيوناليتي ما على باليش انا رجل هذا ولا مروكي. يعني تصوروا امتحان في المدرسة الجزائرية يسألوهم على حياة الشاب خالد. يعني هذه كيف هذا التلميذ يروح يراجع يبدا يقرا حياة الشاب خالد؟ واش راح يصير في حياة الشاب خالد؟ واش راح يتعلم؟ واش راح يتكون؟ واش راح يتطور؟ واش راح يزيد معلومات؟ وين الناس تقرا حياة الصحابة، حياة العلماء، حياة المفكرين، العلم تاع مالك بن نبي، تاع ابن خلدون، تاع الإمام الونشاريسي، تاع الأمير عبد القادر. يعني ها هي التلاميذ خسروا والأستاذ يبعثوا له امتحان. شوف يا وزيرة التربية، بالك هذا الامتحان يعطيك عقلية كيف الواي واي وصلت للتلاميذ، كيف التلاميذ ولاو يغنيوا الواي واي في المدرسة، ولاو بعض الأساتذة يصفقوا عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. امتحان في مادة اللغة الفرنسية على حياة الشاب خالد. لا إله إلا الله على حياة الشاب خالد، باش يولوا يضحكوا الضحكة نتاعو. أعوذ بالله وين وصلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سي خالد راهم يقراو عليك، ولات حياتك تتقرا ويقولوا لهم لا ناسيوناليتي. وين يعرف ناسيوناليتي هذا؟ مرة جزائري، مرة مروكي، كاشنا يولي طالياني. الله يهدي العباد. سائل يقول: عندنا تاجر يفرض علينا شراء بضاعة أخرى مع كل بضاعة نريدها، فهل يجوز هذا البيع؟ هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. التجار إذا ما يسمعوا لا يجوز للتاجر يفرض بضاعة مع البضاعة. قال كيما بكري احنا كنا يبيعوا لنا بصل وبطاطا، تروح تشري البطاطا، إذا تدي 2 كيلو بطاطا يقول لك لازم تدي كيلو بصل. دبر راسك هكذا، بل أنت تصيب روحك مضطر. 2 كيلو بطاطا كيلو بصل، 4 كيلو بطاطا 2 كيلو بصل. هذا بيع باطل. أيما تاجر يفرض سلعة مع السلعة هذيك اللي يديها الزبون فهذا بيع باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. إن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعبر بالأكل لأن الغالب في أموال الناس أن يأكلوها، وإلا فهذا من المجاز، لأن الناس لا تأكل الأموال. ما كاش واحد يأكل 100,000، وإنما يشري بها بضاعة يأكلها. فهمتوها؟ وماشي غير الأكل، ولو يسكن بالباطل، ولو يشري السيارة بالباطل، ولو ينجح في الامتحان بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وش يقول ربي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء الآية 29. لابد من التراضي. راضي، أنا مانيش حاب نشري البصل، علاش تفرضوا عليا؟ ولا يقول له إذا تشري السيارة لازم تدي معها كذا وكذا،
يعني يفرضها عليك. كل شيء فيه الإكراه فهو معاملة باطلة. الشريعة الإسلامية شريعة جاءت تعلم الناس الحرية، يتصرفوا بحرية، يشري بحرية، تبيع بحرية. الحرية مقدسة في أبسط التعاملات. أنا نشري البطاطا ما تفرضش عليا البصل، إذا فرضت عليا البصل لقد ظالمتني وتعديت على حريتي وفرضت علي الإرادة نتاعك، وأنا لا أريد هذه المعاملة. لذلك الشريعة الإسلامية اشفاو جات باش تعلمنا نكونوا أحرار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بل هذه معاملة باطلة. سائل يقول دلني على ذكر أكفر به عن ذنوبي. اسمع، جيب سيالة، ازرب سيالة والقى اكتبوا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، اكتب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. قولها 100 مرة في اليوم. نعاود، هاي سهلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هاني احفظها، هاي نعاودها، نحاول نعاودها مراسي، وعودوها انتم معايا ونشوفوا ولا حفظناها بلا ما نشوفوا في الورقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في شحال تقولها في اليوم؟ 100 مرة. وقال في اليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. معناتها أني نقول الصباح 10، بعد الظهر 10، قبل العصر 10، بعد العصر 10، فهمتوني؟ ومن بعد نزيد شوية 10، قبل المغرب نقول 10 ولا 20. وأنا جبت 100 تاعي. يعني طلع الحسابات، نظم أمورك من الفجر إلى المغرب، تولي تقولهم دائما وأبدا وداوم عليها حتى لسانك يوالفها، تولي ما تقدرش ما تقولهاش. نهار ما تقولها تحس روحك ما راكش مليح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. واش يقول عليه الصلاة والسلام؟ كانت له عدل 10 رقاب، كأنه قبض 10 من العباد اللي كانوا مستعبدين وحررهم. ها وحنا الآن ما كاش العبيد، ما كاش العبيد. ما انت كي تقول هذيك اللي 10 حررتهم، تصور كل يوم تحرر 10، كل يوم تحرر 10. تصور داومت على هذا الذكر 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، يعني شحال تكون حررت من خلق الله. زيد، وكتب له بها 100 حسنة. ربي يعطيك 100 حسنة. والحسنة هذه ماشي تخينتها وحدة، شغل ربطة. حسنة وحدة قادرة تكون النظر إلى وجه الله، حسنة وحدة قادرة تكون تشفع في 70 من أهل بيتك، مرتك ويمك وبابك ونسابك. شحال 70 يا عبد ربي؟ وقادر ربي يقول لك 700، وقادر ربي يقول لك 7000. تسالوه الجنة تاعو، الجنة تاعو والخلق خلقه وهو رحيم. ربي يتفضل عليك. عبدي يا عبدي اشفع في كاع اللي تعرفهم، هكذا كاع اللي تعرفهم، كاع اللي تحبهم، علاه كرامة لك. زيد، وكتب له بها 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تحفظوا من الشيطان في ذلك اليوم حتى لليل. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ها شوف ربي، إن الله إذا أعطى أدهش. ربي سهل لنا العبادة. قال ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاة والسلام حطت يعني محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. ملا إلى أصحاب الذنوب
ها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. داوموا عليها من اللحظة اللي سمعتوا. هاكو سمعتوا اليوم، ابدأوها اليوم وغدوة وبعد غدوة حتى تولي تختلط بدمك ولحمك. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. سائل يقول: هل الزواج المدني شرعي أم لا؟ الزواج المدني إذا تم في البلدية بحضرة الولي والشهود والرضا بين الطرفين وتسمية الصداق فهو زواج شرعي موثق. وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا وداوم عليها حتى لسانك يوالفها تولي ما تقدرش ما تقولهاش. نهار ما تقولها تحس روحك ما راكش مليح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. واش يقول عليه الصلاة والسلام؟ كانت له عدل 10 رقاب، كأنه قبض 10 من العباد اللي كانوا مستعبدين وحررهم. ها احنا الآن ما كاش العبيد، ما كاش العبيد. مالا انت كي تقول هذيك اللي 10 حررتهم، تصور كل يوم تحرر 10، كل يوم تحرر 10، تصور داومت على هذا الذكر 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، يعني شحال تكون حررت من خلق الله. زيد: وكتب له بها 100 حسنة، ربي يعطيك 100 حسنة. والحسنة هذه ماشي تخينتها وحدة، شغل ربطة. حسنة وحدة قد تكون النظر إلى وجه الله، حسنة وحدة قد تكون تشفع في 70 من أهل بيتك، مرتك ويمك وبابك ونسابك. شحال 70 يا عبد ربي؟ وقاد ربي يقول لك 700، وقاد ربي يقول لك 7000. تسالوه الجنة تاعو، الجنة تاعو والخلق خلقه وهو رحيم. ربي يتفضل عليك. عبدي يا عبدي اشفع في كاع اللي تعرفهم، هكذا كاع اللي تعرفهم كاع اللي تحبهم، علاه كرامة لك. زين: وكتب له بها 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تحفظوا من الشيطان في ذلك اليوم حتى لليل. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان، واش راح يصير في حياة شاب خالد؟ واش راح يتعلم؟ واش راح يتكون؟ واش راح يتطور؟ واش راح يزيد معلومات؟ وين راه؟ وين الناس تقرا حياة الصحابة، حياة العلماء، حياة المفكرين، العلم تاع مالك بن نبي، تاع ابن خلدون، تاع الإمام الونشاريسي، تاع الأمير عبد القادر. يعني ها هي تلاميذ خسروا والأستاذ يبعثوا له امتحان. شوف يا وزيرة التربية، بالك هذا الامتحان يعطيك عقلية كيف الواي واي وصلت للتلاميذ، كيف التلاميذ ولاو يغنيوا الواي واي في المدرسة، ولاو بعض الأساتذة يصفقوا عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. امتحان في مادة اللغة الفرنسية على حياة الشاب خالد. لا إله إلا الله على حياة الشاب خالد، باش يولوا يضحكوا الضحكة نتاعو. أعوذ بالله أعوذ بالله وين وصلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سي خالد راهم يقراو عليك، ولات حياتك تتقرا ويقولوا لهم لا ناسيوناليتي. وين يعرف ناسيوناليتي هذا؟ مرة جزائري، مرة مروكي، كشناي ولا ايطالياني. الله يهدي العباد. سائل يقول: عندنا تاجر يفرض علينا شراء بضاعة أخرى مع كل بضاعة نريدها، فهل يجوز هذا البيع؟ هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. التجار إذا ما يسمعوا، لا يجوز للتاجر يفرض بضاعة مع البضاعة. قال كيما بكري احنا كنا يبيعوا لنا بصل وبطاطا، تروح تشري البطاطا، إذا تدي 2 كيلو بطاطا يقول لك لازم تدي كيلو بصل. دبر راسك هكذا، ما أنت تصيب روحك مضطر. 2 كيلو بطاطا كيلو بصل، 4 كيلو بطاطا الحمد لله الواجب الوجود، الدائم العطاء والجود، الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملأ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا أحب اليوم اللي عنده دمعة يبكي معايا على المدرسة الجزائرية. ماذا بيا أي إنسان يقدر يبكي يبكي، باش نبكي وقاع على الأطفال تاعنا وعلى المدرسة الجزائرية واش راهم يقراو فيها، واش راهم يقراو فيها. وعلاش أنا نقول لكم ابكيوا معايا؟ شوفوا هذا امتحان دو فوا دو فرونسي، امتحان في مادة اللغة الفرنسية. وشنو هو الامتحان؟ هذا كوليج دونسينيومون موين، عزوز قادر، نيفو بروميير ام، تريماس الأول. واش الامتحان؟ ها هي الصورة تاع الشاب خالد. الامتحان وشنو هو؟ قول لنا يا تلميذ واسمه هذا الفنان، واسمه صاحب الصورة، والبرينون تاعو، والسيرنون تاعو، والاكتيفيتي تاعو، والدات دو نيسونس، والليو دو نيسونس، ولا ناسيوناليتي. دوك لا ناسيوناليتي ما على باليش انا رجل هذا ولا مروكي. يعني تصوروا امتحان في المدرسة الجزائرية يسألوهم على حياة الشاب خالد. يعني هذه كيف هذا التلميذ يروح يراجع يبدا يقرا حياة الشاب خالد؟ مشكله بصل، هذا بيع باطل. ايما تاجر يفرض سلعة مع السلعة هذيك اللي يديها الزبون فهذا بيع باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. إن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعبر بالأكل لأن الغالب في أموال الناس أن يأكلوها، وإلا فهذا من المجاز، لأن الناس لا تأكل الأموال. ما كاش واحد يأكل 100,000، وإنما يشري بها بضاعة يأكلها. فهمتوها؟ وماشي غير الأكل، ولو يسكن بالباطل، ولو يشري السيارة بالباطل، ولو ينجح في الامتحان بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وش يقول ربي؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سورة النساء الآية 29. لابد من التراضي. راضي، أنا مانيش حاب نشري البصل، علاش تفرضوا عليا؟ ولا يقول له إذا تشري السيارة لازم تدي معها كذا وكذا، يعني يفرضها عليك. كل شيء فيه الإكراه فهو معاملة باطلة. الشريعة الإسلامية شريعة جات تعلم الناس الحرية، يتصرفوا بحرية، يشري بحرية، تبيع بحرية. الحرية مقدسة في أبسط التعاملات. أنا نشري البطاطا ما تفرضش عليا البصل، إذا فرضت عليا البصل لقد ظالمتني وتعديت على حريتي وفرضت علي الإرادة نتاعك، وأنا لا أريد هذه المعاملة. لذلك الشريعة الإسلامية اشفاو جات باش تعلمنا نكونوا أحرار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بل هذه معاملة باطلة. سائل يقول: دلني على ذكر أكفر به عن ذنوبي. اسمع، جيب سيالة، ازرب سيالة والقى اكتبوا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، اكتب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. قولها 100 مرة في اليوم. نعاود، هاي سهلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها نحفظها، هاي نعاودها، نحاول نعاودها مراسي، وعاودوها انتم معايا ونشوفوا ولا حفظناها بلا ما نشوفوا في الورقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في شحال تقولها في اليوم؟ 100 مرة. وقال في اليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. معناتها أنا نقول الصباح 10،
بعد الظهر 10، قبل العصر 10، بعد العصر 10، فهمتوني؟ ومن بعد نزيد شوية 10، قبل المغرب نقول 10 ولا 20، وأنا جبت المية تاعي. يعني طلع الحسابات، نظم أمورك من الفجر إلى المغرب، تولي تقولهم دائما وأبدا.